السلام عليكم. النهارده بقى ايه هنقول اللهم صل على سيدنا محمد. ونصلي على النبي في التعليقات وهنعمل ايه. هنعمل عاشوره النهارده بقى. هنعمل عاشوره ليه؟ علشان النهارده عاشوره. طبعا احنا صايمين امبارح وصايمين كمان النهارده. انا كنت ناقعه القمح دوت من امبارح. بص عامل ازاي طري خالص. هنعمل عاشوره. هغسله بس واحطه في القدره دي. خلاص حطيت القمح في القدره ديت هنعمله الاول بليله وهنرجع نعمله عاشوره. يعني هوريهولكوا زي خطوه بخطوه. عاشوره دوت بقى ايه اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من بطش فرعون، ونجى كمان فيه سيدنا نوح من الغرق، وكمان سيدنا الحسين اتقتل فيه اليوم في نفس اليوم. فسيدنا محمد كان بيصوم ليه اول يعني بيصوم قبله يوم او بعد يوم، لان اليهود كانوا بيصوموا يوم عاشوراء. فهو ما يعني قال ان موسى ده هو اولى بموسى، فما حبش ان الناس تصوم ايه في نفس اليوم اللي اليهود بتصوم فيه. انا حبيت اعرفكم بس ايه يعني يوم عاشوراء كان ايه اللي حصل فيه. فدلوقتي هنعمل الليله دي وهنرجع نعملها عاشوراء. خلاص كده هي استوت اهي. بصوا تخنت ازاي. هفضيها بقى في الحله ديت ونرجع اوريها لكم. خلاص فضيتها في الحله هي زي ما انتم شايفين استوت خالص اهي. هنحط لها بقى اللبن والسكر اهو. معايا اللبن اهو، في تلج لسه، بس هخلي شويه برضو ايه عايزاهم علشان اعمل فيهم النشا. اقلب فيهم النشا. اديت شويه لبن بس صغيرين. حطيت اللبن كله كيلو لبن زي ما انتم شايفين. هنسيبه بس لما يغلي. نحط السكر اهو. نحط كمان نص كوبايه. طبعا السكر ده حسب الرغبه. اللي مش عايز يسكرها قوي ما يسكروش. زي الرز ابو لبن بالظبط. هي عامله زي الرز ابو لبن. خلاص كده غليت. معايا بقى ايه معلقه كبيره كده. معايا شويه اللبن اهمت اللي احنا كنا هنعمل بيهم اللي انا سبتهم يعني. احط كده معلقه او معلقتين كده من النشا وهقلبهم. خلاص قلبت اللبن الساقع في النشا وهحطهم على العاشوره كده. وهنجيب الزرق بتاع دوت اسمه ايه ده، ظرف من اللي هو الفانيليا كده. اول ما احس ان هي تقلت القوام بتاعها تخن شويه هروح طافيه عليها. معايا الفانيليا ديت هحطها عليها. نسيبها بقى لما القوام بتاعها يتقل شويه وهروح طافيه عليها زي الرز ابو اللبن بالظبط. خلاص قوامها كده تقل خالص بقى عامل زي الرز ابو اللبن. هنصبها بقى في الاطباق. معايا الاطباق الصغيره دي وهنصبها فيها. دي الاطباق بتاعتي. خلاص كده يا حبايبي ايدي صبناها في الاطباق اهي زي الرز ابو لبن. طبعا جت 5 طبق وجت الطبق الكبير دوت اللي انا بوديه لابني. هحط لهم بقى ايه جوز هند بس عليها عشان انا ما عنديش سوداني ولا عندي حاجه يعني ما عنديش مكسرات. عندي جوز الهند بس. هزينهم كده بجوز الهند وخلاص. كده خلاص يا حبايبي الفيديو خلص. واقول لكم تعالوا اتفضلوا. كل سنه وانتم طيبين واشوف وشكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.